عارفين في ايامات هيك تنوض الصبح مرتاح سعيد جوك مليح هيك من ربي، هو مش ايامات، هو ممكن يوم واحد في السنه وباقي 364 يوم مكد، لكن ما علينا. المهم هذا يومنا اليوم، جوي مليح، مشيت الجيم، تمرنت، روحت، توا طالع. وممكن في سبب تاني، خلينا نقول لكم السبب التاني ان انا عندي صاحبي لاول مره في التاريخ بعت لي هديه من غير اي سبب، هيك بعت لي هديه، وهي معتقد ان هي على وصل، عرفتوا؟ فلما نروح ان شاء الله نصورها لكم. وكيف قلت لكم يوم حلو جميل وانا سعيد، ما صارش من الدنيا كلها. اضطريت اروح للحوش، مشاكل كاميراتيه، طلع الكاميرا فيها الشحن فنشحن في البطاريه الثانيه توا. على العموم انا عارف قبل ما اخش في الفيديو، انا عارف ان احنا في ليبيا ما عندناش هلبة تخصصات، فما عندناش هلبة الحريه ان احنا نختار تخصصاتنا، لكن مع ذلك مازال في التخصصات الرئيسيه والكبيره وناس قاعد تدير في اخطاء. والفيديو هذا طبعا لكل الطلبه، حتى اللي عايشين برا ويدرسوا برا، وزي ما تعرفوا احنا عندنا هلبة طلبة توا يقروا برا، فهذا الفيديو يشمل الكل. والفيديو هذا حندوي عليه في 3 حاجات. أول حاجة، الناس اللي تختار في تخصصاتها غلط، تخش تخصص ما يمشيش مع إمكانياتها فتتقربع في المستقبل. الشيء الثاني، الأهل اللي نوعا ما يفرضوا على أبنائهم، أو ممكن حتى يفرضوا على أبنائهم إن هم يخشوا تخصص أبنائهم ما يبوش، فالنتيجة أبنائهم يتقربعوا تاني في المستقبل. والشيء الثالث، في فئة من الناس مستفزة جدا وعبيطة جدا، فنبي ندوي عليها باختصار شديد، فحندوي عليها. المهم أول ما تشحن الكاميرا حنمشي للجامعة، بما أنه هو الموضوع القراية وتخصصات وأنا عندي قراية، فبنمشي للجامعة بنقرأ غادي، القراية أسهل غادي. فأول ما نوصل الجامعة نكملوا هدرستنا إن شاء الله، وادعوا لي تنشحن بسرعة البطارية لأن الحكاية أصلا بتضل قريب. منورين. وكيف الكاميرا شحنت وأنا أوريدي عطلت، زدت عرفت إن مفيش قطارات اليوم، ابصر فاش يصلحوا مفيش قطارات، في باصات، وانا والباصات مش صحاب. ويا كلمة اليوم يوم جميل والليلي، فهم زي ما تعرفوا انا ما يوقفني شيء باهي، فبنطلع نصور لكم في الفيراندا. تعرفوا وين نصوروا؟ لا كيف ولعت الكاميرا، كمية زحمة بدت في الشارع مش عارف، اللي على السيارات، اللي على رجلين، اللي يمشي في الكلب بتاعه، اللي يمشي في قطوسته، مش في قطوسته، مشي في كلابهم، اللي يتمشى، الصغار اللي يلعبوا، شم فيه حتى هذا طلعوا. زي ما قلت لكم الفكره من الفيديو هذا هو الناس تختار تخصصات ما تمشيش معاها، مش في امكانياتها، والنتيجه طبعا ان هم في المستقبل سواء بعد التخرج او هم حتى قاعدين يقروا يوقفوا وما ينجحوش وما تمشيش معاهم. اول شيء واهم شيء ان نشوفه، لازم كل شخص يعرف امكانياته، يعرف قدراته، يعرف راح عشان يقدر يقدم. على سبيل المثال مثلا شخص يتحشم من خياله، ما يعرفش يدوي، على فكره هذا شيء مش عيب، يعني شخص خجول، لكن تلقاه خاش اعلام، كيف اعلام ما يعرفش يدوي؟ ولا مثلا تلقاه ما يعرفش يقنع اللي قدامه بابسط شيء، ما عندهاش اي سبل اقناع، خاش قانون. ولا انا نعرف مثلا بنت تخاف من الدم، اول ما تشوف الدم تدوخ، خاشه طب. قصدي خيركم، هذا زي وين ودني كشحي، ما هو هيك انت في حياة مش حتنجح في حياتك، يعني مستقبلك هذا تدمر. وعلى ذكر المستقبل، جماعة الطيران هاي جماعة الطيران انا عندي معاهم مشكلة من ابد الابدين. ممكن لان انا شخص مفكر بعقلي اكثر من عاطفتي واكثر من طموحي وانا ايش نبي وكذا. وعلى فكره انا مش هنا نحطم في اي شخص في الدنيا هذه، وهذه النقطه الثالثه بنتكلم عليها عن الناس اللي تحطم، لكن انا مش قاعد نحطم في حد، انا قاعد نقول في الحق. الطيران يعني نسبه كبيره، هلبة من الليبيين، نص الليبيين اللي عايشين برا او يقروا برا يقروا في طيران. قصدي هل انتم مقتنعين وعارفين ان احنا في ليبيا راس مالنا 3 طيارات، واحده منهم تقطر في الزيت، عارفين الشيء هذا ولا؟ وخاشين طيران، شنو فيه؟ وتجي تشوف مثلا شنو الفكره نتاعها، شنو في راسها، وكلنا بنخدم في القطريه والاماراتيه. لوح علينا يا بروفيسور، انت يا خبير يلي ما فيش منك، كيف تخدم فيها القطريه والاماراتيه؟ انت تسحبها صب لي نشره. راهو شركات كبيره زي هذه في اي مجال في العالم، اي شركه كبيره في اي مجال لما تجي تخدم فيها يبوا منك خبره طبيعيه انت بتاخذها من بلادك. انت وين بتخدم في بلادك ب3 طيارات اللي واحده منهم تقطر في الزيت، وبتخدم وين؟ النقطه الثانيه زي ما قلت لكم نقطه الاهل، والاهل سواء يجبروا او نوعا ما يجبروا في نفس الوقت. يعني لما يجوا لي شخص او ولدهم يقول نبوك دكتور نبوك مهندس، يجبروا فيه على شيء هو مش مرتاح فيه، وهو في نفس الوقت ما بيش يزعل المالي، فيلقى روحه خاش لي مجال مش حينجح فيه للاسف. اكثر شيء يصير في الموضوع هذا الاهل لما يجبروا بنتهم تخش مثلا كليه التربيه، تليفوني يشري مره ثانيه عشان في الناس تتصل بيا وانا نسجل فيديوهات. امي هذه امي. وي ماما لاباس؟ صافا عليكم امورك في الجبن؟ ماما
ما هنا توا معناها نسجل في فيديو. باهي هي تونسي ولا مصري؟ ليبي. وقت نكمل تو نعاود نتصل بيك. باهي هي انا مش نرقد يا عمري والله. باش ترقد. بعت قصيلة. امي تهدز. عملت له الفطور. قام طارق. حتى هو بعثته للخدمة. جاتني أنيسة خرجت أنا وياها. فتنا وانا واقفة برجع الوقت اللي هذه الساعة. سي طارق جاب لي 40 واحد تخيل. هارا حرف. منين لقيتهم الله أعلم. 40 خلف طاس قال. جماعة دقيقة أنا عندي مشكلة مع عيلتي. دقيقة أنا عندي مشكلة مع عيلتي الاجتماعيين بالزايد. لما يديروا عزومة يعزموا 50,000 20 نفر. زي ما في وحدة في خطوبة ولدها بيان ولدها اللي الناس ما تديرش فيه عزومة، قالت لك بنعزم المقربات الجيران والمقربات. قلت عزمتي امرأة يما؟ جملة واحدة عشان تقولي للناس اللي يتفرجوا علي على اليوتيوب. رقدت أمي رقدت يما. سفيان عن السكسكراي ولا سك. تو وين وصلت؟ انا نسيت. امي نستني الدنيا كلها. وين كنت؟ وين الحمد لله الشهاده ما عانيتش منها. انا ماليه من وانا صغير لعند توا اللي رايح قديره التخصص اللي يمشي معاك انت تتخصص فيه. فيا ريت من الاهل كلكم ما تجبروش ولدكم على شيء هو ما يبيش. ما تخلوش يخش لي تخصص للاسف المستقبل مش حينجح فيه. بما ان انا مشيت الجامعه زي ما قلت لكم وما نعرفش نقرا في الدار بكل، فاليوم نقرا في الفيراندا وجبنا اللابتوب اهو. لابتوب مرسوم عليه حصان ما تفهم شيء. وبنوريكم كتاب من كتاباتي. طبعا انا السمستر هذا عندي 6 مواد تمام. بنوريكم واحد من الكتابات من 6 مواد هي. مستعدين جاهزين واتين. فوتوكم من الواجهه. شوفوا العرض. لا مش طبيعي يعني. هذا كل هو من رزنا اصلا. انا مش قادر نشده. شو مفيش بتاع تك تك تك. لا في بر 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 بر. المهم شيء لا عجبه خلاص. الشيء الاخير والنوعيه المستفزه اللي لكم عليها انا مسماها نوعيه بوعجيله. بوعجيله هذا شخص يجيك يسالك شنو تخصصك؟ قول له انت تيت اي تخصص في الدنيا، اي تخصص ان شاء الله حتى هندسه نوويه. قصدك انت متغرب. طبعا هو اكثر شيء يعني احنا نقرا برا، لكن هو على كل حد يقرا، لكن علينا احنا اكثر. قصدك انت متغرب وعايش برا وتدفع بهلبة فلوس وخش تخصص هذا. اول شيء وعشان هذا عنده شهاده ثانويه، راس ماله شهاده ثانويه. هذا لو بوه ما بطلاش من الاعدادي خلاه مش عارف يجي ورا السعي ولا يجمع زيتون ولا يدير بدير. طبعا الخدمه مش عيب، لكن هذا اللي داره هو في حياته. فابو عجاله بشهادته الاعداديه ولا الثانويه يجي يوريك انت شو المفروض تتخصص، شو المفروض تقرا. ابو عجاله هو السؤال يطرح نفسه. وقبل السؤال انا خشيت ان شاء الله حتى دوره بتاع طبخ ووليت شيف، خشيت ازياء ووليت مصمم ازياء، خشيت مكياج ووليت خبير تجميل. السؤال اللي يطرح نفسه انت مال مامة حضرتك؟ شن دخلك؟ شن ليك علاقه تدفع لي؟ شن ليك علاقه؟ شن تبي؟ وعلى فكره مره ثانيه انا مش ضد احلامكم ومش ضد انك انت شيء بتحلم بيه طول عمرك وتحققه. ممكن انت تقراه وتكون احسن شيء في الدنيا هذه، لكن ديما فكر بعقلك. وتو قبل ما يتم الفيديو خلينا نجيب هديه صاحبي ونشوفها مع بعض. ثواني يا جماعه وجاي لكم. طبعا الهديه المفروض تكون مفاجاه صح ولا؟ لكن هذا عند الناس طبيعيه مش عند صاحبينا. حازم العامري هذا صهب، طبعا صهب لانه هو فعلا صهب. شعر احمر، حواجب حمر، لحيه حمراء، الدنيا كلها حمراء مع بعضها. ريسست. المهم ما تنبلش في فمها فوله، فقال لي شنو هي الهديه. والهديه عباره عن طواقي. هو انا بديت نحس ان حازم مسكين عرف ان انا فاشل في تسريح الشعر، فقال خلينا ننقده كم طاقيه. المهم بعت لي زوز طواقي خلينا نوريهم لكم على السريع. باي افلت لو ما تدرهليش كم شيء. وهذا الطواقي واحده كحله واحده بيضاء. ترى من كذب على حازم قال سفيان يخدم تاكسي. المهم ما علينا خلينا نحو هذه، لكن الشعر حايس ما عندي من الناحيه. الفكره وين؟
الطاقية عليها الشعار متاع اللي يعد في الفلوس اللي تاعه ولا تو يا حازم يا غرياني يا صاحب ريسست تو. المهم الفلوس وينهم باش نعد؟ بعت لي واحد يعد في الفلوس وهو ما فيش فلوس شنفي، ابعت لي فلوس ما تبعتليش واحد يعد في الفلوس. يلا ما علينا، تواقي من تالي فاهم علامة لاف ومنور يا غرياني يا حبيبي، شكرا على الهدية. وفي النهاية بنقول لكم منورين على التفريج، وقولوا لي رايكم في التعليقات، شو رايكم في الموضوع؟ هل انت خشيت تخصص ما تحباش؟ هل انت خشيت تخصص وتدبكت فيه وعلقت فيه؟ let me know. زي ما قلت لكم امي ديروا لي سبسكرايب، مش عارف امي كيف قالتها، سكر حاجه هيك، ديروا لي سبسكرايب ما تنسوش، وديروا لي لايك وديروا شير وخذوا راحتكم، ومنورين هلبة واجد. ونلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله.